من الفيديو اللي فات عرفنا ايه هو الدي ان ايه وازاي بيستخدموه في اثبات او نفي التهم بشعرايه مثلا او جزء من جسم الجاني. المره دي بقى هنسيبنا من كل الجرايم والجنايه والكلام ده كله ونفكر في الشعرايه بتفكير الطف شويه. هو ليه لونها كده؟ وهل الدي ان ايه له علاقه بالموضوع؟ افتكر معايا كده شكل الدي ان ايه والقواعد النيتروجينيه من الفيديو اللي فات. هزود لك بقى معلومه هنا عن حاجه كده جوه الدي ان ايه وهي اسمها الجينات. والجينات ببساطه هي عباره عن حتت او سلاسل من الاف القواعد النيتروجينيه اللي موجوده جوه الدي ان ايه. العلماء اكتشفوا انها كده مش مجرد اكواد بريئه وخلاص، لا دي طلعت هي اللي بتحدد صفات كتيره فينا زي مثلا لون الشعر والعينين والجلد. طيب عرفوها ازاي دي؟ العلماء لاحظوا ان لما شويه قواعد نيتروجينيه بيبقوا ورا بعض بترتيب معين ده بيخليهم يترجموا لصفه معينه. يعني مثلا كل الناس اللي عينيها زرقاء بيبقى عندها حته في الدي ان ايه بتاعهم القواعد النيتروجينيه اللي فيها مترتبه بنفس الترتيب واسمها جين العين الزرقاء. طيب نرجع بقى للسؤال اللي سالناه تاني، هو ازاي الجينات او الاكواد دي بتتحول لحاجه ماديه زي لون الشعر او اي صفه تانية؟ يعني لو لون الشعر ده مسؤول عنه ماده اسمها الميلانين، ودي بتنتجها خلايا اسمها الميلانوسايتس. ولما ميلانين اللون البني بيبقى تركيزه عالي فشعرك بيبقى بني، ولما تركيزه بيقل فشعرك بيفتح ويبقى اشقر. طب ازاي الميلانين ده اصلا بيتكون في الخليه؟ الميلانين محتاج انزيم معمول من بروتين بتنتجه خلايا الميلانوسايتس، بس مش هو الوحيد اللي معمول من بروتين. البروتين ده داخل في تكوين الخلايا نفسها وبالتالي الاعضاء اللي بتتكون منها. المهم كل خليه زي ما قلنا عندها نفس الدي ان ايه ونفس الجينات اللي موجوده جواه، بس في مشكله. هو الدي ان ايه ده موجود فين؟ موجود جوه النواه. طيب وفين الاحماض الامينيه اللي هي المواد اللي محتاجينها علشان نعمل البروتين نفسه في الاخر؟ موجوده في السيتوبلازم. طيب بيتقابلوا ازاي؟ ما ينفعش الدي ان ايه يخرج كده وبعدين يتكعبل في اي حاجه بطوله الفارع ده. فيقوم الدي ان ايه يقول لك طب انا هبعت مرسال، فياخد نسخه من جين البروتين اللي عايزين ننتجه ويبعتها مع مرسال او ار ان ايه. الار ان ايه بيكون شبه الدي ان ايه بس اصغر عشان يعرف يخرج بره، وبيكون متكون من حبل واحد بس مش حبلين. بيخرج ال RNA بره النواة عن طريق الفتحات اللي موجودة في الغشاء بتاعها، وبيروح لمصنع رايبوسوم، وده اللي بيصنع بروتينات عن طريق انه بيقرا الكود اللي داخله. وبيبتدي كده يلم انواع مختلفة من 20 نوع من الاحماض الامينية اللي سايحة في السيتوبلازم عشان يحطها جنب بعض وبيكون البروتين المطلوب. الرايبوسوم ده بقى بيقرا الكود بتاع الجينات 3 حروف 3 حروف، يعني كل 3 حروف او قواعد نيتروجينيه معينه بتترجم لحمض اميني، فبيجي ويلزق مع الحمض الاميني اللي بعده لحد ما يكون سلسله من الاحماض الامينيه اللي هي اول تركيب لبناء بروتين كامل وليه وظيفه. الكلام ده لما اكتشفوه فرح العلماء جدا، وقال لك بس خلاص كلها كام سنه وكام بحث كده وهنقدر نعمل خريطه جينيه كامله للبني ادم، فنبقى عارفين مثلا انهي جين بايظ وبالتالي انهي بروتين بايظ في الجسم وبالتالي سبب المرض. ونقدر كمان نعرف لو البيبيهات عندهم تشوهات قبل ما يتولدوا. وبدأوا أكبر مشروع في الأبحاث البيولوجية وهو الهيومن جينوم بروجكت أو مشروع الجينوم البشري، اللي بيشارك فيه علماء كتير من جميع أنحاء العالم اللي ممكن تكون أنت واحد منهم في يوم من الأيام. ودينا يا سيدي حطيناك على أول الطريق وقلنا لك إن الجين ده هو جزء من الدي ان ايه، وإنه بيترجم لبروتين مسؤول عن صفة معينة زي لون الشعر أو لون العينين، وإن البروتين ده بيتم صناعته جوه الخلية عن طريق الرايبوسومات. فكر كده مين من أصحابك لون شعرهم مختلف عن لون شعرك، وبعت لهم الفيديو ده عشان يعرفوا السبب زي ما انت عرفت، وقول لنا رأيك في الفيديو ده في الكومنتس.